بدأ الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تصوير مسلسلهم الجديد ضرب نار، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2023 ليكون بطولة مشتركة بينهم. تداولت تقارير صحفية تفاصيل شخصية ياسمين عبد العزيز والتي ستؤديها في المسلسل بعد ظهور أحمد العوضي في الزي الصعيدي في أول صور كشف عنها قبل أيام. اعتقد البعض أن ياسمين عبد العزيز ستقدم شخصية من الصعيد، إلى أنها من المقرر أن تلعب دور شخصية فتاة من القاهرة ولكن بتفاصيل مختلفة عن الأدوار السابقة. وعلى الرغم من بداية التصوير داخل الصعيد منذ أيام، إلى أن التصوير سينتقل للقاهرة لتصوير مشاهد ياسمين عبد العزيز التي تخوض دور فتاة من حي شعبي تلتقي بشاب صعيدي حضر للقاهرة، وتحدث بينهما العديد من المواقف. مسلسل ضرب نار من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن المقرر أن يشارك في بطولته سهير المرشدي، هدى الإتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، وعدد من الفنانين. كان أحمد العوضي قد كشف عن تفاصيل جزء من شخصيته في مسلسل ضرب نار عبر عدد من الصور واللي نشرها بحسابه الشخصي على تطبيق انستجرام. ظهر العوضي في الصور مرتديا جلباب صعيدي في أرض زراعية، وعلق عليها قائلا: الكوماندا جابر أبو جديد ابن سوهاج والخزندارية، حق الرجال ما يباتش، ضرب نار.